مرحبا حبايبي، كيفكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه يا رب. حبايبي حبيت اشارك معكم واحد الشوربه او واحد الحسوه صحيه وغادي تنفعنا في البرد. طبعا عندي هنايا الماء غادي نخليه يغلي شويه، راه بدا كيغلي كيسخن. غادي نضيف الملح والفلفل. هنا من بعد ما ضفت الملح والفلفل راح اضيف ملعقه صغيره بتاع الكمون وملعقتين بتاع النافع العادي وحبه حلاوه، وطبعا عندي البلبله ديال الشعير الناعمه وحب الرشاد كمان، وعندي شويه نتاع الزعتر. المهم في الاخير وطبعا زيت الزيتون. هون حبايبي من بعد ما سويت المكونات بتاعي كلها، هون راح اضيف السميده بتاع او التيشه ديال الشعير. طبعا بعض المرات بسويها بتاع السميد او بالشوفان كمان بتيجي حلوه. المهم انا سويت بس كاسه يعني عادي. هاي راح اضيفها واخليها تغلي مع التحريك طبعا. ومع التحريك طبعا الريحه يا سلام بتاع النافع وحبة حلاوة، يا سلام يا سلام يا سلام. والزعتر وحب الرشاد، يعني ما اقولكم. طبعا مع التحريك راح اضيف واحد نص كاسة بتاع الحليب. هون حبايبي من بعد ما زدت الحليب واحد نص كاسة بتاع الحليب، بصراحة اجت روعة روعة. تغلي الغلية الأخيرة وراح أطفي عليها. وهون حبايبي الحسوه او الشوربه بتاعي راح اطفي عليها. هسه صارت جاهزه. طبعا المذاق يا سلام يا سلام. وهون حبايبي خلاص راني صارت ما شاء الله تبارك الرحمن كتير لذيذه وصحيه. طبعا راح اضيف لها شويه نتاع زيت الزيتون اللي يريد. طبعا هون عندي شويه ديال الزعتر، بس المذاق ما شاء الله تبارك الرحمن لذيذه وصحيه وغادي تنفعنا في هذا البرد. بصراحه المذاق خطير خطير جدا ولذيذه. كنتمنى انكم تجربوها. وخلاص المقادير غادي نخليهم مكتوبين. صحيه وفي هذا البرد غادي تنفعنا وتنفع وليداتنا.